السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة وأسبوعية من سلسلة تصميمات السوشيال ميديا، أو ممكن نقول أنا بتكلم بصفة أساسية وبالتحديد عن المانيبيوليشن، وفي فرق بسيط ما بينهم. في بداية الحلقة أو بداية كل حلقة جديدة إن شاء الله أكون حابب أتكلم عن حاجة جديدة في المجال، أو ممكن نسميها أدفايس عن المجال ده عموما يعني. في بداية الحلقة دي هنجاوب على سؤال مرتبط شوية بالحلقة دي، وهو إن إحنا إزاي نعمل التصميم بجودة عالية. وهنا أنا مش بتكلم عن تصميم بروفيشنال ممكن ياخد منك 6-7 ساعات، ولكن أنا بتكلم عن تصميم ممكن ياخد منك من ساعة لساعتين ل3 وطبعا أكتر. فسريعا كده هنقول اهم النقط في الجزئيه دي قبل ما نخش في التصميم بتاع النهارده. اول حاجه معانا ودي من اهم الحاجات وما فيهاش اي اختلاف، وهي اختيار نوع الصور او اختيار جودة الصور. طبعا نوع الصور قصدي بيها المنظور الكويس، وطبعا جودة الصور. وهسيب لك تحت في الكومنتات اهم المواقع اللي تجيب منها صور. طبعا من اهمهم فريبك، والموقع اللي انا بفضله الحقيقة هو انفاتو. ومن اهم المواقع المجانية عندك انسبلاش وبيكسلز، واللي في الحقيقه كنت بجيب كل الصور من التصميمات اللي فاتت من الموقعين دول. تاني حاجه عندنا وهي الديتيلز، وده المرتبط بحلقه النهارده، وهي انك مش مجرد هتجيب بحر وغيره تحط الصوره على طول وتلزقها بمجرد انها مناسبه، ولكن هتحتاج تحط تفاصيل زي الامواج او فقاقيع تحت الميه او دخان باشكال مختلفه، بحيث لو انت هتعمل تصميم عن المأكولات او حاجه في التلج زي مثلا كنز، وده هتقدر تشوفه في الحلقه اللي فاتت على طول. تالت حاجه معانا النهارده وهي الجريدينت او الالوان بتاعه التصميم، وده بنقدر نعمله قبل ما نبدا التصميم باختيار الالوان، وبنبتدي بالتريكات نختار الالوان في الظل او في النور. تاني حاجه نقدر نعملها بالفلتر افكت كاميرا رو فلتر، ودي من اهم الادوات اي تصميم انت هتشتغل عليه. فمن غير كلام كتير يلا نخش في تصميم النهارده. طيب ده البريك داون بتاع التصميم، اللايرز اللي استخدمتها وغيره. هنا هتشوف التفاصيل اللي انا اشتغلت عليها واللي كنت بتكلم عليها في اول الفيديو. يلا بينا نبدا. طبعا ما تنساش تعمل سبسكرايب وفعل زر الجرس، ان شاء الله حلقه اسبوعيه كل اسبوع. طيب هنا مبدئيا انا حطيت الصورة دي، ولكن حسيت اني محتاج اعمل فيل لباقي الصورة، فبدل ما اخد وقت كتير بصراحة فقلت ايه، بما ان طرف الصورة ابيض فانا ممكن امسح الاجزاء دي. طبعا هنا هندور على الصور من فريبك. انصحك تحاول تشترك فيه او تشوف جروبز تقدر تشترك معاهم في البرنامج في الموقع. هنا هنرسم بشكل مبدئي الجزء اللي هحط فيه المية، وهستخدم الجريدينت ماب عشان اوصل للالوان اللي انا عايزها. طيب هنا الالوان اشمعنى ليه بختار الاخضر؟ لان انت لما تيجي تبص على ميه او الرساله اللي انا عايز اوصلها ان من كتر ما هو مستنى في الميه شبه معفنه، فبتاخد اللون الاخضر مش الازرق اللي هو اللي بيعني الاسترخاء والكلام ده. فانا اخترت اللون الاخضر مع الازرق طبعا، او يعني هغيره بعدين، بس دي الالوان الاساسيه اللي انا ايه هبتدي بيها. استخدم الليفلز عشان اعلي الكونتراست، لان طبعا تحت الميه بيبقى كونتراست زياده، وده بتعرفه من الريفرنس اللي بتبص عليها. طيب هنا هنبتدي نضيف التفاصيل اللي قلنا عليها. مبدئيا دي الاضاءه بتاعت الاجزاء اللي تحت البحر او السطح بتاع الميه بيبقى فيه اضاءه كده معينه، فبنجيب صوره وبنحطها على الاوفرلاي او بنشوف يعني حاجه مناسبه. انا حطيتها هنا على الاوفرلاي. طيب هنا انا بدور على الاجزاء برضو السطح بتاع الميه من فوق، ودي من التفاصيل المهمة جدا اللي لازم نقولها. مش مجرد ما تلاقي صورة هتحطها كده وخلاص بما ان دي مناسبة، لا بتحاول تضيف تفاصيل اكتر، ودي اللي بتخلي التصميم واقعي، بالذات لو بتعمل تصميمات مع نفسك زي الدمج والمانيبيوليشن والكلام ده بعيدا عن السوشيال ميديا يعني. هنمسح الاجزاء اللي احنا مش عايزينها طبعا. نشيل هنا طبعا الاجزاء الزيادة.
هنا هنضيف برضو شوية تفاصيل اكتر. هنا بحاول اضيف البابلز او الاجزاء اللي بتبقى باينة من السطح بتاع المية. يعني انت لما بتبقى فوق عند المية بيبقى فيه فقاعات كتير جدا، وزي يعني حركة المية عشان المية بتتحرك فبيبقى فيه فقاعات كتير، غير لو انت بتعمل تصميم تحت المية فمش بيبقى فيه فقاعات كتير لان ما بيبقاش فيه حركة كتير طبعا، والاسماك بتبقى قليلة تحت. هنا بحاول اشوف يعني حاجات بتفاصيل اقل. كل ما تضيف تفاصيل صغيرة كل ما يبقى التصميم واقعي اكتر. طبعا هنا بستخدم السوفت لايت او الاوفرلاي. السوفت لايت بيكون هادي شوية فبستخدمه. هنا بنحاول نشوف طشة المية. انت ممكن تجيب صورة عادية، المركب مثلا بيتحرك او حاجة وتاخد المية اللي تحت منه، بس زي ما قلت لك فريبك يعني بيجيب لك الحاجة دي فبيسهل عليك وقت كبير. طبعا هنا انا مش لاقي مية بحد ذاتها، ولكن انا لقيت بودر معمول واخد نفس الفكرة كل حاجة. طبعا لو صغرته مش هيبان اذا كان مية ولا بودر، فاستخدمته عملت له سمادج. استخدمت السمادج تول عشان تبقى واخدة الشكل، واستخدمت الورب نفس الكلام بودر برضو بس ادام واخد شكل الحاجة فتمام. هنا اول حاجة انا عملت ترطيشة المية اللي بتبقى على السطح نفسه، وهنا هبتدي اعمل ترطيشة المية اللي طالعة بره المية اوريدي. طبعا بستخدم كذا حاجة بحيث ان هي تاخد الشكل. حركت دي بحيث يبقى في عمق في الترطيشة يعني عامة او المية نفسها. هبتدي اعدل الالوان. طبعا دي تحت بحيث تخليني اقدر ارجع واعدل الالوان براحتي. فانا هحاول اديها سنة خضار كده، او زي ما قلت حاجة زي عفونة كده بس خفيفة جدا، يعني مش عايزين نوحش التصميم، عايزينه حاجة بسيطة. هنبتدي هنا نضيف. طبعا فريبك مش دايما بيبقى كويس في الصور، بس هنتصرف ونشوف صورة تانية دلوقتي. مش عارف ليه بيبقى حاططها بالبكسلز، بس ماشي. فانا قررت ان انا ارسمها لان الموضوع مش صعب، الموضوع بسيط جدا. هرسم الشكل اللي انا عايزه، هعلي الاضاءة بالكيرفس، هعمل الشكل اللي انا عايزه، وهعلي الفيزر عشان تبقى الاضاءة ناعمة، وهشيل الاجزاء او الحواف الحادة بحيث تبقى شكلها يعني شوية. طبعا بستخدم النويز بحيث ما تبقاش الاضاءة ناعمة قوي، تبقى فيها يعني فيها ملمس كده او فيها تكستشر. عشان كده انا استخدمت البراش دي. البراش دي زي الدخان، لان الاضاءة لما بتخش المية بتبتدي تتوزع في الحاجات اللي موجودة جوه والفقاعات والكلام ده، فبيكون ليها شكل ما بتكونش ناعمة قوي. طبعا دي برضو بالريفرنس اللي بتشوفها. هنا هبتدي بقى استخدم فقاعات عشان ابين ان في حركة يعني في المية. طبعا بيبقى فيه صور فيكتور، بس انا بفضل الصور الحقيقية اللي متصورة فعلا بالكاميرا، بتبقى احسن طبعا وبتدي ديتيلز اكتر للتصميم، غير الصور الفيكتور طبعا مش بيبقى فيها تفاصيل كويسة يعني. اختيار الصور بيفرق جدا يا جماعة، فحاولوا تركزوا فيه. نفس الكلام بضيف شوية تفاصيل برضو. هحاول الون الجزء اللي فوق طبعا لان التصميم ياخد الوان واحدة. هنبتدي نستخدم الكاميرا رو فلتر بحيث
نشوف التصميم هياخدنا على فين. طبعا هنا بحاول برضو اخضر المية زي ما قلت، مش تبقى معفنة بس عشان تبقى واقعية اكتر برضو. تمام، جميل. طبعا في اي تصميم حاول على قد ما تقدر تستخدم البلور ده، لانه بيدي عمق للصورة. طبعا بيختلف من تصميم لتصميم، بس انا بفضل تقريبا اسمها ايرس بلور، حاول تستخدمه. وده بيخليك تخلي الكاميرا تركز في جزء واحد او من النص، يعني نص الكاميرا بالظبط. طيب ده براند انا شغال عليه، فحطيت طيب انا يعتبر فاشل في اختيار الخطوط، بس هنا انا هحاول اتعامل واشوف حاجة كويسة يعني اقدر استخدمها. ونصيحة مني، لما تلاقي حاجة واقفة معاك حاول تتعلمها، ما تقعدش تسأل او تستنى رد او حد يرد عليك. اعمل ده، وفي نفس الوقت روح دور بنفسك عشان تستفاد اكتر. طيب هنا فاشل انا في الفونتات، فهحاول ادي افكت كده صغير اكن يعني في ميه وكده على كلمة تغرق وكده. انا بحاول العب، بس يعني حسيت ان انا هافور شوية، فهحاول اخلي الموضوع بسيط شوية. هنا طبعا عشان اخليها واضحة لان الخلفية بيضة اصلا. و حبيب الملايين، الجنيه. طب هنا انا حاولت اغمقه وادمج الوان، بس حسيت ان انا تعبت شوية في الافكتات اللي تحت، فقلت انزل الصور تحت واكيد هتاخد الافكت كويس يعني. فهنا بدور على اكن حاجة بتقع في تحت المية، بحيث اقدر يعني اخد نفس الافكت بتاعها زي ما انتوا شايفين كده. بس حسيت الصورة مش مناسبة، فهغيرها دلوقتي. طيب انا قلت ممكن اجيب سبلاش واشكله بالورد زي ما انا عايز. هنعمل له بلور طبعا لان هو واخد حركة زي موشن بلور كده مثلا، او اعتقد ان انا هستخدم الاتنين، او انا بالفعل بستخدم الموشن بلور. هنحاول برضو نخليها تاخد شكل الجنيه. لان الحاجة لما بتقع تحت المية بتعمل هوا حواليها كده او ضغط للمية، فبيبقى فيه يعني ايه، بيبقى فيه طرطشة، بس يعني تحت المية بيبقى فيه ضغط المية فبيعمل فقاعات كتير، او يعني الهواء الفاضي او الحركة بتاعت الجنيه يعني. مش عارف اشرحها ازاي بالظبط، بس اكيد انتوا فاهمين يعني. انا طبعا هنحاول ندي الاضاءة اللي هي اللي من ورا دي. طبعا الاضاءة بتتعمل على حاجتين في بعض التصميمات، وهي ان انت بتعمل اضاءة على الشكل، وبعدين بتعمل اضاءة يعني بتخلي لايرز فوق خالص، ما بتبقاش مربوطة بأي حاجة، مش معمول لها كليب الحاجة يعني، وبتلون من بره كده بحيث الإضاءة تبقى منورة، عاملة زي جلو كده، بيسموها بلو افكت، بلوم افكت. طب انا لقيت يعني الصورة قريبة من اللي انا عايزها تقريبا. هنعمل لها وورب برضو
ونحاول نديها اللون بتاع الميه، ونديها الحجم بتاع الميه بتاع الجنيه يعني. انا قلت اعملها بنفسي عشان حسيت ان انا هتعب كتير عشان الاقي صورة مناسبة، وفي الغالب ما كنتش هلاقيها. طيب هنا هنرجع الافكتات اللي كنا عاملينها في الاول، وهنمسح الزوايد، وهنعمل بلور. وبس كده لحد النهارده. اتمنى يكون الفيديو عجبكم وقدرتوا تستفيدوا منه بشكل كبير. ما تنساش طبعا تقول لي رايك في الكومنت عشان يهمني رايك جدا في القناه. وانا عامل بوست على الفيسبوك تنزل فيه التصميم بتاعك، وبحاول اعدل لك عليه او اضيف لك عليه حاجه انا شايف ان هي المفروض او مستحقه ان هي يتضاف عليها تعديلات احسن. طبعا لو تصميمك كويس وكل حاجه انا مش بعمل لك حاجه واقول لك تسلم ايدك وتسلم ايديكم كلكم على الحاجات اللي انتوا بعتوها لي. هسيب لك اللينك، وما تنساش تبعت لي التصميم بتاعك. اشكركم مره تانية، والى اللقاء في الاسبوع الجاي. باي باي.